بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اعزائي احبابي الغاليين، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وكدوزوا اوقات ممتعه، ومرحبا بكم معايا في قناتي وفي قناتكم. وقبل ما نبداو لا فيديو ديال هذا النهار ما تنسوش الاشتراك في القناه ودعموني بلايك باش نقدم لكم المزيد والجديد ان شاء الله. في لا فيديو ديال هذا النهار غادي نهضروا على واحد الكريم رائع جدا وفعال. الاسم ديالو سيسترال. سيسترال كيتباع في الصيدليات، واحد الكريم مضاد للحساسيه والحكه ومهدئ للجلد. الدور ديالو كيعالج لينا الحكه، اي حكه حسينا بها في الجلد ديالنا، وكيحيد لنا الحروق ديال الشمس. مثلا جلسنا في الشمس مده طويله وعندنا احمرار او تهيج في البشره او في الجلد، كنطبقوا هاد السيسترال في المكان اللي كيحرقنا. ومزيان بزاف في لدغات الحشرات، خاصه الناس اللي عندهم الناموس بزاف والشنيوله، راه مزيان لهاد القرصات ديال الشنيوله كنديروها على المكان ديال اللدغه وكيختفي داك الاحمرار وما كنبقاوش نحسوا بديك البلاصه كضرنا او كتحرقنا. واحد الكريم اللي هو خفيف وسهل الامتصاص، ما كيخليش واحد الطبقه لزجه على الجلد للاستعمال الخارجي، راه صالح حتى للبشره الحساسه. كريم سيسترال كيتستعمل لعلاج الحروق البسيطه، يعني شي حاجه خفيفه، مثلا شي حرقه بسيطه في المطبخ، شي حرقه ديال شي دخان او شي بخار ديال الكوكوط او اي حاجه خفيفه نقدروا نطبقوا عليها سيسترال، يعني ما تكونش شي حاجه كبيره. حيت هذا كريم خفيف كنستعملوه للحكه والحساسيه ولدغات الحشرات والحروق والالتهابات الخفيفه فقط. كريم سيسترال مزيان للحكه بزاف، وكيحيد لنا الالتهابات ديال الجلد والاحمرار اللي كيكون في الجلد، وخاصه مزيان للحكه والحساسيه الناتجه عن لدغات الحشرات. كما قلت لكم راه فعال جدا في الحاله ديال القرصات ديال الشنيوله او الناموس او اي حشره قرصتكم هكذا وكتطبقوا هاد السيسترال في البلاصه ديال اللدغه، راه ما كتبقاش نهائيا، هو لتطبيق موضعي فقط، يعني في المكان ديال الحكه او اللدغه فقط، ما كنفوتوش داك المكان اللي فيه ديك الحكه او ديك اللدغه. وكنستعملوه مده قصيره، يعني ما كنستعملوه لمده طويله، فقط حتى كتختفي ديك اللدغه او ديك الحكه وكنتوقفوا. كناخذوه معنا لاي بلاصه مشينا ليها، خاصه في السفر. بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات صغار وخايف عليهم من هاد اللدغات ديال الحشرات، راه غادي ينفعكم بزاف. انا دائما كنديه معايا في السفر، حيت على حساب الحشرات خاصه في فصل الصيف كيكونوا بزاف هاد الحشرات هادو، وهاد الناموس وهاد الشنيوله اللي كيسببوا واحد الازعاج خاصه في الليل، ما كيخلوكش تنعس بسبب الحكه وبسبب اللدغات ديالهم. وراه مهدئ سريع للجلد، غير كنطبقوه ما بقيناش كنحسوا بشي الم ولا بشي حكه في الجلد ديالنا، وما كيخليش ديك الندبه ديال الحشره نهائيا، كيحيدها في البلاصه. اون فوا كنطبقوه على الجلد ديالنا كيمشي الاحمرار وكتختفي ديك اللدغه، وما كيبقاش يعني ديك البلاصه كضرنا او كيبقى فيها او كتبقى فيها واحد الندبه. كريم سيسترال مزيان للحساسيه الجلديه اللي كتسبب لنا الحكه. هاد الحساسيه هذه اللي كتكون بسبب ملامسه الجلد لشي ماده معينه، شي ماده مسببه للحساسيه، يعني شي حاجه ما كتوافقناش، قسناها، شي ماده هكذا ما كتجيش معنا، قسناها بالجلد ديالنا وسببت لنا واحد الاحمرار وواحد الحكه. في هذه الحاله كنطبقوا سيسترال، راه ما كتبقاش نهائيا. وحتى في الحاله الا كلينا شي حاجه ما كتناسبش معنا، كاينين شي ناس مثلا كياكلوا شي واحد النوع من المأكولات ما كتوافقش معاهم، ما كتناسبش مع الجسم ديالهم، وبان ليهم واحد الاحمرار وواحد التهيج وواحد الحكه في الجلد ديالهم. هنا كيطبقوا عاوتاني سيسترال، راه ما كتخليش هذا المشكل نهائيا. كنطبقوه على الجلد ديالنا عده مرات يوميا، كل مره حسينا بشي حكه او كل مره تعرضنا للدغات ديال الحشرات، يعني القرصات ديال الناموس او ديال الشنيوله، كنطبقوه على المكان اللي كيحرقنا، المكان اللي فيه الحكه والمكان اللي فيه الحروق الطفيفه، راه مزيان بزاف وما كيخليش هاد المشاكل نهائيا، وكيقضي على الالتهابات ديال الجلد، مهدئ سريع للجلد، وكذلك كيحارب لنا الحكه الناتجه عن لدغات الحشرات. الانبوب اللي كتشوفوا معايا فيه 20 غرام، والثمن ديال هذا الكريم هذا راه رخيص بزاف، كيدير 16 درهم فاصله 50 في جميع الصيدليات، مزيان للكبار والصغار. وراه يعني واحد الكريم اللي هو فعال جدا وعن تجربه، واخا الثمن ديالو قليل ولكن راه فعال، مهدئ للجلد، كيحارب لنا الحكه والحساسيه واللدغات ديال الحشرات واي حاجه كضرنا في الجسم ديالنا في الجلد ديالنا. كنطبقوا عليها سيسترال، راه ما كتبقاش، ما كيخليش حتى شي ندب، ما كيخليش حتى شي احمرار، ما كيخليش اللدغات ديال الحشرات نهائيا، كيقضي عليها سيغ
بلاص. سيسترال لا يستخدم في حاله حب الشباب، يعني ما غاديش ينفعنا في الحاله ديال حب الشباب. الناس اللي عندهم الحبوب ما غاديش ينفعهم سيسترال نهائيا، حيت هو واحد الكريم اللي هو خفيف فقط لتهدئه الجلد عند التعرض للدغات الحشرات أو عند التعرض لأي نوع من الحساسية أو الحكة. وكذلك ما كينفعش الناس اللي عندهم الالتهابات الجلدية الناتجة عن البكتيريا، يعني مثلا شي واحد عنده شي التهاب في الجلد ديالو أو شي جرح في الجلد ديالو ملتهب، يعني فيه التعفن وفيه الحريق، وهذا الشيء بسبب البكتيريا وبسبب الميكروبات، ما غاديش ينفع نهائيا، حيت هو ماشي مضاد حيوي، هو فقط واحد الكريم خفيف كنديرو على الجلد ديالنا في الحاله ديال الحكه، في الحاله ديال اللدغات ديال الحشرات، في الحاله ديال الحروق الطفيفه، في الحاله ديال الالتهابات الخفيفه ديال الجلد. وراه زوين بزاف هاد سيسترال، ومزيان حتى للناس اللي عندهم البشره الحساسه. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وتدعموني باش نقدم لكم المزيد ان شاء الله. دمتم بالف خير والى اللقاء.